بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بمناسبة ذكرى المولد خير البرية حضرت لكم وصفة كيكة التمر لذيذة وسهلة. حلاوة التمر تذكرنا ببركة هذه النعمة التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نقوم بتحضير معجون التمر. لدينا كوبين من التمر موضوع في الماء الساخن لمدة 10 ساعات. نقوم بطحنه في الخلاط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة بيتنا تمر فيه جيع أهله. هذا معجون التمر جاهز. نستخدم في هذه الوصفة كوب من الحليب، فيه ملعقة صغيرة من الخل، نصف كوب من الزيت، وكوب سكر بني أو سكر عادي، 2 ملاعق صغيرة خميرة حلويات، وملعقة صغيرة فانيليا، ونصف كوب من المكسرات موجودة في البيت، و3 حبات بيض، ومعجون التمر الذي حضرناه، ونجمع بالفارينة. في وعاء نقوم بخفق 3 حبات بيض مع كوب من السكر وملعقة صغيرة فانيليا جيدا حتى يصبح الخليط فاتح. ثم نضيف نصف كوب من الزيت وكوب من الحليب. بعد ذلك نضيف له معجون التمر الذي حضرناه ونقوم بالخلط. أخيرا أضيف له كوب من المكسرات مع الفارينة وخميرة حلويات. بعد ذلك نصب الخليط في قالب مدهون ونخبزه في الفرن حوالي 35 إلى 45 دقيقة حتى يخرج عود الأسنان نظيف. وهذه هي النتيجة. إن شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم. كيكة التمر سهلة ومباركة لمائدة المولد النبوي الشريف. لا تنسوا مشاركة الوصفة والدعاء بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد.